لما تلاقي قلوب بتتغير فجأة ما تستعجلش بالحكم. مش دايما اللي اتغيروا وحشين، أوقات كتير الكلام والطاقة السلبية عليهم بتبهتهم وتغير ملامحهم. نفسي كل واحد يعود قلبه يحب الخير لغيره حتى لو هو نفسه فقده، علشان ربنا يرزقه بفرح خاص بيه وهنا حقيقي من نصيبه هو وبس. المرعب في فكرة الزواج ليس أن تتحملي رجلا بكل سلبياته وإيجابياته طيلة حياتك، ولا أن يتحملك هو. المرعب في حجم التردد هو مصير أولئك الأطفال الذين سينتجون عن قرار ابتداء بمزحة. هل تستطيعين أن تصنعي منهم رقما صعبا مجتمعيا، أم أنهم سينشؤون في جو روتيني من التلفاز إلى الشارع إلى المدرسة؟ هذا إن لم نصنع مزيدا من المرضى النفسيين. الذي أؤمن به أن مرحلة العزوبية ليست مرحلة إصلاح الشعر المتقصف والبشرة المترهلة فقط، إنما هي أثمن فترة لديك لتصنعي عقلا مختلفا وشخصية قادرة على إنتاج جيل حي نابض بالفلاح. هي أثمن فرصة لتتعلمي فن صناعة الإنسان وتلملمي شتات شخصيتك وترممي عيوبك كي لا يعيد التاريخ التربية الخاطئة نفسها. الحب بيتحسد، استقرار البيوت بيتحسد، مش عشان حياتك مثالية، لأ، علشان اللي بيبص ليكي شايفها مثالية ونفسه يعيش زيك. لما تلاقي قلوب بتتغير فجأة ما تستعجلش بالحكم. مش دايما اللي اتغيروا وحشين، أوقات كتير الكلام والطاقة السلبية عليهم بتبهتهم وتغير ملامحهم. نفسي كل واحد يعود قلبه يحب الخير لغيره حتى لو هو نفسه فقده، علشان ربنا يرزقه بفرح خاص بيه وهنا حقيقي من نصيبه هو وبس. هترتبطي بواحد علشان فلوسه هتلاقي قلبه مفلس حب، وانتي هترتبط بواحدة علشان شكلها هتلاقي قلبها مليان قسوة. سندوتش الفول بيشبع، وترابيزة عليها أكل ب1000 جنيه بتشبع، وبطنك مش هتعرف الفرق. لابس هدوم ماركة بتستر جسمك، ولابس هدوم من السوق بتستر جسمك، وجسمك مش هيحس بالفرق. راكب عربية موديل السنة دي هتقضي لك مشوارك، والعربية القديمة برضو هتقضي لك مشوارك، ورجلك في الحالتين هترتاح. البيت الصغير بيسترك، والقصر الكبير بيسترك، وفي الأول وفي الآخر مش هناخد حاجة واحنا رايحين على القبر. كفاية اهتمام بالمظاهر، وكفاية اهتمام بالشكل والفلوس، وكفاية نقص وظلم بنطلعه على الضعيف أو اللي شكله وحش أو اللي مش معاه. الشبع في العين مش في البطن، والغنى في النفس مش في الجيب. الرجال نوعين: نوع إذا أحب زوجته أكرمها وأعادها طفلة تركض في حقول الياسمين، ونوع يجعل زوجته يأكلها الهرم في عمر الصبا وتفوق عمرها ب100 عام. فمن الخطأ الاعتقاد بأن المرأة تزهر في سن معين وتذبل في سن معين، ولكن الحقيقة أن المرأة تظهر مع رجل طيب وتذبل مع رجل سيء. ليست كل امرأة تنسى بامرأة أخرى. هناك امرأة لو ضاعت منك ستمضي بقية حياتك تجمع صورتها من 1000 امرأة ولن تجمعها. إن البيوت لا تبنى بجمال الزوجة ولا بمال الزوج، البيوت تبنى بالاحترام بينهما. فمع مرور السنين يذهب جمال المرأة وتضعف قوة الرجل، ولا تبقى بينهما إلا المودة والرحمة. فالمرأة بالنسبة للرجل أمانة، والرجل بالنسبة للمرأة أمان. كل يراك بعين طبعه وبقدر محبتك في قلبه. فأنت ستجد في حياتك من يراك أطيب الناس، وستجد من يراك أسوأهم. ستقابل أشخاص تنسي لك 50 موقف جميل منك لأنك فقط قصرت مرة، وستجد أشخاص تبحث لك عن أعذار،
ويظهرون لك كم أنت جميل. ستقابل أشخاص لا تكف عن انتقادك، وآخرين لن يكفيهم كل الكلام الجميل في وصفك. ستقابل أشخاص تكرهك بدون سبب، وأشخاص تخترع أسبابا تحببها فيك. في النهاية أنت نفس الشخص، ولكن كل عين تراك على قدر محبتها لك، وكل يراك من الزاوية التي تقف فيها من قلبه. من أسوأ الحاجات اللي ممكن يقابلها الإنسان إن إحسانه يقابل بجحود أو تجاهل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آية بتلخص الأصل في التعامل. اللي يقدم خير المفروض يلاقي خير، لكن الواقع ساعات بيكون غير كده. تعمل خير وتلاقي نكران أو حتى أذى. ساعتها ما تزعلش، وافتكر إنك كنت بتحسن لوجه الله، مش عشان شكر للناس. أو حتى أذى. ساعتها ما تزعلش، وافتكر إنك كنت بتحسن لوجه الله، مش عشان شكر الناس. رد الجميل مقدر، بس أقل حاجة كلمة طيبة أو تقدير على الأقل. حتى ما تنكرش، لأن الجحود بيكسر. وانت كمحسن خليك كريم النفس، وكمل، ما تخليش تصرفاتهم تغير معدنك. اللهم إني أستغفرك من جميع ذنوبي، صغيرها وكبيرها. أستغفرك عدد ما طاوعتني نفسي على الذنب. أستغفرك عدد ما استغفرك المستغفرون، وعدد ما سبح المسبحون، وعدد كل صغير وكبير.